السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. النهاردة بنتساءل سؤال مهم جدا: ما الذي يحدث بعد انخفاض الفايدة التي أعلنها بتخفيض الفايدة البنك المركزي المصري لتنظيم المعاملات المصرفية والسياسات المصرفية داخل البنوك؟ زائد ما الذي يحدث بعد انخفاض الدولار بقيمة تقريبا جنيه أو 2 جنيه؟ كان ب51، النهاردة بنتكلم 49 وهكذا. وما الذي يحدث إذا انخفض الدولار ووصل إلى 40 جنيه أو نأمل نوصل 30 جنيه؟ سؤال ولازم نرد عليه وننظر نظرة سريعة على ما يحدث في الاقتصاد، ونحط ايدينا على بعض الحاجات المهمة اللي بيها نفهم ونشوف ايه هي الحاجات اللي نقدر نعملها عشان نحسن من مقدار الدخول ونحسن من عجلة الاقتصاد. تخفيض الفايدة بدوره بيعمل تخفيض الفايدة على المقترض، ألا وهو رجل الأعمال لما بيروح يقترض عشان يدخل في مشروع، فالفايدة دي لما بتنخفض بتعود على الاقتراض بتاعه وبتعود على مبلغ اللي هو بيقترضه، زائد مقدار الفايدة بتقلل. لا احنا قلنا 1%، 1% بتقل من مقدار الأرباح اللي بتروح للمواطنين اللي حاطين فلوسهم في البنوك. دي حاجة. تالت حاجة، طبعا احنا نأمل ان الفايدة تنزل اكتر من كده وتوصل ل20 وتوصل اقل من كده، لان اصلا الفايدة لن تكون مثلما كانت 27 في الكوريدور 27 28 ونص. مش هيبقى الفايدة دي بالمنظر ده خالص، احنا عايزينها توصل اقل. وليه انا بقول كده؟ اقتصاديا الفايدة بتاعت البنك لما بتنزل بتدعو الناس الى الاستثمار، وبتدعوهم ان هم يشغلوا فلوسهم والفلوس دي تبقى في السوق. يعني انا النهارده لما اجي اتكلم على 4 مليار جنيه بتتحط في شهادات في شهر 6 او في شهر 5، المبلغ ده لما بيتحط في السوق المصري وبيشتغل في مجالات متعددة، هنقول مثلا المجال الزراعي، المجال الصناعي، مجال التصنيع، مجال الصناعات، مجال مجال ان انا بروح اصدر لبره، بدخل لنفسي عملة صعبة وبحل ازمة عملة. كل ده بيحرك قيمة الاقتصاد وبيقوم الاقتصاد وبينعشه، بل بيساعد على تشغيل الشباب. لان حضرتك النهاردة اللي هيشيل فلوسه من البنك معاه 100,000 200,000 جنيه ويروح يعمل بيها مشروع، هيحتاج يشغل شباب معاه. فلما هيشغل شباب معاه، الشباب ديت هتشتغل، مش هيبقى في بطالة. الشباب ديت مش هيزودوا لي معدل الجريمة لان هو مش قاعد فاضي، فيروح يشتغل. ما هو ده بقى مربط الفرس. تنشيط العجلة الاقتصادية بتيجي من إقامة المشاريع، إقامة استثمارات. وعشان الاقتصاد يتحرك بشكل مستمر وزي ما بيقول لك ايه تصاعدي، اهتمام بالقطاع الزراعي. والقطاع الزراعي لما احنا بنتكلم ونقول القطاع الزراعي ليه ابدا اهم الاهتمامات، هو الغذاء الذي يمثل استراتيجية الشعب بالكامل: العيش، القمح والدقيق، الرز، المواد البقوليات، جميع انواع الزراعات والزراعات المنتجة. والتفكير اصلا في القطاع الزراعي احنا بنتكلم في حاجات كتير قوي هنتكلم فيها. عندك استصلاح اراضي زراعية في الصحراء، عندك استصلاح في الوادي الجديد، عندك ادي اراضي زراعية للشباب يزرعوها او يشتغلوا، زي المشاريع الاستصلاح الموجودة في حاليا دلوقتي. ولكن انا ليه بنقول القطاع برضو الزراعي؟ لانه هو بيفتح الباب للتصدير وبيفتح الباب لتوفير المواد الخام، ومش مش عشرات ولا 20 صنف مادة خام، لا بل المئات. والمئات ده انا النهارده لما بروح اطلع محصول التفاح، محصول المانجا، محصول الجوافة، محصول العنب، محصول الفراولة،
والفراولة من المحاصيل اللي منتجة بشكل كبير وجودتها عالية وبتصدر لبره والأمريكا ودول الخارج. لما بتصدر هذه المنتجات تخش في مصنع المادة الخام بتاعتها، تدخل على مصانع، على آلات بينتج منها العصير. بعمل عصير بشتغل بيه سوق محلي واشتغل بيه سوق خارجي. كل ده بيضع الفكر في إنشاء مصانع جديدة. ما هي النواة من هنا، أزرع، أخد الزرع بتاعي ده أحوله لمادة خام، مادة خام يتصنع، يعمل منه مادة مصنعة، أبدأ أصنع، أبدأ أشتغل، أبدأ أبيع واشتغل على المنوالين، سوق محلي وسوق خارجي. كل هذا يضع الأمر قدامنا إن إحنا يا جماعة في جاب كبير جدا، وفي استثمار كبير جدا، وفي فراغ كبير جدا في الاستثمار الزراعي والصناعي. ونأمل الحركة الاقتصادية تنمو من الجهتين دولت، الزراعة والصناعة حتما. وانا يمكن انا دي على مسؤوليتي الشخصية. التجارة انت بتجيب منتج بتبيعه، بتجيب منتج بتعمل عليه بعض العمليات التشغيلية وعمليات التسويق وتبدأ تبيعه، ولكن انت ما عملتش التأثير. حتى اللي بيدخل يتاجر يجيب منتج ويجيب لك ترابيزة، هجيب كرسي، هجيب موبيليا من مثلا من منطقة صناعية بتصنع زي دمياط وهم بيع، انت ما اضفتش جديد. فعارف الاب ده يقول لك ايه، انا اروح ازرع انواع من الاشجار التي تنتج الاخشاب، واجيب الاخشاب ادخلها في مصنع خشب، وابدا اجيب الالات ديت، وابدا اجيب فكر جديد ولاقي فكر جديد. اشوف بقى اجيب المكن اللي بيقطع، اجيب كذا، لان على فكرة في صناعات انتهت. يعني حضرتك عندك صنعة زي صنعة الأومجي اللي بيعمل التقطيع والبراويز والحاجات بتاعت الموبيليا بتاعت زمان دي، ما كانت موجودة زمان. يعني من 2009 8 7 و8 و9 و10 و11 و12 لحد ما طلعت مكنة CNC اللي جت من الصين، قضت على هذه الصناعة. فبالتالي بيطلع العامل ده اللي ماهر، اللي عارف ازاي ينتج، اللي عارف يشتغل، بدل ما بيصنع ويبيع في بلده يقول لك اروح اتاجر في الموبيليا او اعمل. فبالتالي احنا نريد ان نعيد النظر في اضافة صناعة، نفكر في التصنيع. وفي افكار على فكرة كتير جدا. يعني انا النهاردة مش بس بقول لك اعمل مصنع عصير، ولا مصنع مثلا مواد غذائية، ولا مصنع حاصلات زراعية، ولا ابدأ صدر للخارج. لا، ده في مصانع كتير جدا تقدر تحط دماغك فيها، وتقدر حتى انا على فكرة كلامي مش بقول نقول ايه مصنع كذا كذا ده كويس، ده له عائد كويس فنبدأ نستثمر ونعمل. لا، نعمل دراسات جدوى، نقعد نفكر في المشاريع ديت، نبص في جدواها، نبص في جدوى الاستثمار فيها. في مشاريع استثمارية مكسبك بيبقى في الآلة وفي راس المال وفي شهرة المشروع وفي حاجات كتير جدا، والاستثمار ذات نفسه بيضيف ليك اكتر ما بتتخيل. عندنا تجربة الصين وامكانيات الصين. على فكرة الصين دلوقتي انت لو رحت هتلاقي نفسك بتصنع تيشيرت هنا في مصر ب30-40 جنيه، هتروح تجيبه بالصين ارخص. ما هو عشان كده الناس بتجيب بالصين. ومفيش بقى فكر ان انت ابدا انا اصنع مادة القماش وابدا اعمل المادة الخام الاولية، المادة الخام اللي بتخش في التصنيع، وابدا ادخلها واشوف المراحل الانتاجية بتاعتها. احنا برضو بنقول الكلام من ناحية ايه، شوف القماشة دي بتتعمل ازاي، وبعد كده دي بتتعمل في الآلة الفلانية فبتطلع بالشكل الفلاني فبنتعمل كذا، فبنطلع التيشيرت بيقف علينا مثلا بدل ما نقول تكلفة 40 هيوصل 20-19، وانا مش بقول لك المتوسط يعني. فلما توصل ل19 في شاب هياخدها منك، مصنع مثلا هيبيعها للشاب، مثلا لو هي وقفت عليه ب19 هيبيع له ب25، الشاب ده ياخدها ب25 يبيعها ب75 او يبيعها بايا برقم، هيبدأ يبقى لاقي مكسب. ففي
كم من الشباب هيكسبوا من هذا الاستثمار، ان هو بيخش بياخد المنتج ده بيبيعه وبيستثمر فيه. انا بشوف على التيك توك شباب عملت براندات في الملابس، براندات في حتى في الكوزماتكس، في مواد مستحضرات التجميل، ناس هتشتغل. يبقى العملية الآن، وانا اللي انا شايفه الاقتصاد دلوقتي يا جماعة ليس فقط مسؤولية دولة. الاقتصاد مسؤولية الشعب، مسؤولية الشاب، مسؤولية الشباب اللي متتخرجوا. مش انت في العصور السابقة انا هتخرج الاقي شغلانة على طول وانزل اشتغل وخلاص والدنيا وقفت، لا. وحتى ذلك هذا لا ينشئ اقتصادا قويا، هذا لا ينشئ اقتصادا قويا. عمل مشاريع، عمل استثمارات، عمل صناعات. ايضا انا في مشروع ان شاء الله هتكلم عنه، في يعني طفرة كبيرة جدا وتحول مستقبلي كبير جدا في الاستفادة من المواد القديمة والمواد الخردة او المواد اللي انت مش بتستخدمها. برضو هنتكلم عنه في القناة. ولكن احنا يجب ان نفكر في الصناعة كمطلب اساسي حتى لمواكبة القادم في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله.